السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازاي الولاد؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب في احسن صحة واسعد حال. ايه اخباركم؟ عاملين ايه في الجو الجميل قوي ده؟ حر جه في صيفا، ده فيه ممطر ايه شتاء. هو الجو بتاعنا اختلف في مصر عموما، ما بقاش نفس الجو دوت يعني وكل حاجة اختلفت وكل حاجة اتغيرت عموما يعني على مر الزمان يعني. وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال ولادنا يا رب، وحال بلادنا وحال الناس كلها والعالم كله وفلسطين والدنيا كلها والله. والدنيا تهدى والأسعار تهدى، بس احنا مش محتاجين غير الأسعار تهدى عشان الناس تعرف يعني الدنيا تمشي، مش أكتر ولا أقل يعني. يلا ربنا يصلح الحال. النهاردة عندنا هنعمل سمك مشوي، هشوي في البيت هنا. بس احنا بصراحة يعني عشان ما حدش يقول ده ايه ومش ايه، الناس طبعا السواحلية هيعرفوا اللي انا بالكلام اللي انا بقوله. احنا من زمان يا جماعة، من واحنا صغيرين كان والدي الله يرحمه ووالدتي كنا لما بنروح نصيف في اسكندرية كنا لازم نروح يوم ابو قير. الحقيقة أكلة السمك اللي بناكلها هناك كنا بنروح لها أبو قير. تمام، احنا ما كناش بنبقى قاعدين في أبو قير ولا حاجة، بس لما بنحب ناكل سمك بنروح أبو قير. أحلى أكلة سمك تاكليها في أبو قير الحقيقة. سبحان الله، كأنهم مطلعين السمك من البحر على الشوي وعلى القلية. وخدي عندك بقى الجمال والحلاوة كلها. فالحقيقة كنا ما بنروح بقى اسكندرية، احنا كنا بنقعد في المنظرة عموما. ده كانت قعدتنا هناك يعني، نأجر هناك وقعدتنا دايما في المنظرة. بس لازم نروح يوم أبو قير، لازم ناكل أكلة السمك الحلوة أوي المتينة يعني. خلاص. فكانوا بيجيبوا لنا بقى السمك واحنا صغيرين، ما كانش بقى زي دلوقتي إن يفتحوه سنجاري ويتفتح بطنه ويتحشي من جوه، ولا كل الكلام ده. عموما انا ما بحبش السمك السنجاري خالص، ولا انا ولا ولادي. ليه بقى؟ هقول لكم. ما السمكه بتتفتح وتتشوي وهي مفتوحه، اللي هي المفتوحه نصين دي، لكن ممكن يتفتح ويتحشي من قلبه ونقفله تاني ونشوي ونقلي وكل حاجة. لكن السنجاري المفتوح نصين ده يا جماعة انا وولادي مش بنحبه. ليه بقى؟ بينشف. الدسامة بتاعته والسمنة اللي فيه اللي هي بتديه الطعم وبتخليه طري وناعم ولحمه ناعم بتنشف، لانها اتعرضت للنار، مفتوحة ومتعرضة للنار من جوه. فين حلاوة السمكة وفين السمكة الناعمة الجميلة اللي زي الزبدة المسكرة؟ احنا بصراحة ما بنحبش السمك السنجاري لانه بينشف وطعمه بيروح منه والسمنة بتاعته الجميلة بتروح منه. فايه اللي ممكن بيتشوي هو مقفول؟ نوعين من السمك يا جماعة. طبعا في حاجات تانية، الاسماك الصغيرة البربوني بيتشوي برضو الصغير. آه، في ايه تاني؟ في المرجان المحمر اللي لونه البامبا الجميل ده، اللي هو الحاجات اللي زي شبه طعم الجمبري كده. فهمتوني؟ دي برضو تتشوي هي مقفولة، مفيش اي مشكلة. ايه اللي بيتشوي هو مقفول بقى؟ البولتي يا جماعة. محدش يقول ازاي ومش لا، البولتي يعني بطنه من جوه ملهاش ريحة وحشة، ملهاش، فاهمين اقصد ايه؟ مش الريحة النفاذة، مش زي الماكريل. الماكريل ده لازم يتفتح بطنه ويتغسل 3000 غسلة وبأشكال وألوان. لكن البولتي والبوري تشويهم عادي جدا وهم مقفولين وبيبقوا زي الفل وما بيضايقوش حد. خلاص. ده الناس اكلت السمك بقى، انا بكلم اكلت السمك، مش الناس اللي بتاكل سمك وخلاص، اللي بتقرف من السمك نفسه، لا. انا بتكلم في اللي هياكل السمك ويستطعمه صح. البولت يا جماعة عشان تشويه وتاخدي سمنته وطعمته وجماله، بتشويه وهو مقفول بطنه زي ما هو كده. اتفرجي بقى على الجمال والسمنة وطعم السمكية. مش قادرة اقول لكم طعم السمكية بيبقى عامل ازاي. حاجة بقى روعة روعة روعة. وبيتحط له بقى التتبيلة اللي هي بالمية والدقة اللي هي التوم والفلفل الحامي والمية السخنة واللي حابب شطة والكمون طبعا اساسي وكزبرة. ما بيتحطلوش فلفل اسود يا جماعة، عشان بشوف ناس بتحط للسمك فلفل اسود، لا ابدا.
وانا طبعا غسلاه كويس جدا وهو مقفول وفاتحه الخياشيم بتاعته. اوريكي برضو بفتح الخياشيم كده تحت الحنفيه، ده غسيله هو عشان تاكليه صح. افتحي الخياشيم شويه وتنضفي فيها بايدك عشان لو في رمله او في اي حاجه. فهمتوني ازاي؟ وبيتغسل غسيل حلو قوي 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 وهو مقفول زي ما هو، ولا تلاقي ريحه زفره ولا قلبه من جوه زفر ولا الكلام ده. ده البولتي يا جماعه بيتعمل بالدقه اللي بقول لكم عليها، بالميه والثوم والتوابل الحلوه اللي قلنا عليها. اما البوري بقى بياكلوه ازاي؟ ما بيتعملوش الدقه دي بقى، بيتشوي وهو مقفول. ده البوري، هكلمك على البوري بقى عشان تعرفي السمكه البوري بتتاكل ازاي وهي مقفوله، والسمكه البلطي بتتاكل ازاي وهي مقفوله. البوري بقى بتاكليه وهو مقفول ازاي؟ بيتشوي عادي وهو مقفول، وبرده بطنه بتبقى زي الفل مش زفره ولا حاجه، وبيترشله ملح وكمون وشويه شطه للي حابب وكزبره. ما بيتعملوش ميه خالص البوري يا جماعه، وبيتلف كده شويه وكلي بقى، كلي احلى بوري من غير الدقه الميه دي. ده كده الصاج اللي انا مخصصاه لشوي السمك. تمام، نعمل بقى السمكه التانية. خلاص عرفتوا البوري المقفول بيتهيأ له الحياء بتاعه عباره عن ملح وايه وكمون وكزبره واللي حابب شطه وليمون. ايوه ناسيه الليمون، سواء في البولتي او البوري بيتحط ليمون يا جماعه، يتعصر ليمون كده. وهو ده احلى ايه، احلى دقه للسمك البلطي والبوري. البوري ما بيتعملوش ميه خالص، بيتعمل على الناشف كده، الملح زي ما قلت لكم والتوابل مع الليمون. اما البلطي بيتعمل له ميه مع نفس الدقه دي والليمون. جربي كده هتعجبك قوي. جربي تشويه وهو مقفول واتفرجي على الجمال والطعام ده حقيقي. اما بقى الماكريل والحاجات دي بنفتح لازم بطنه ويتغسل الغسله الحلوه، لان الماكريل زفر. انا بديكي الكلام المظبوط، وطبعا الناس اكلت السمك عارفه اللي انا بقوله، والسواحليه كلهم عارفين اللي انا بقوله. وش كده برضو اهو، كده كده ده على الوش مش هيسقط تحت ولا حاجه عشان تتشوي صح. خلاص هكمل بقيته وارجع لك. كده خلاص يا جماعه، عملت كله بالرده اهو زي ما انتم شايفين، مغرقته رده خالص. وخليكي بقى هنحطه بقى هسويه ازاي. انا مش بشويه على الصاجه، لان لما كنت بشويه على الصاجه فوق على البوتاجاز كان بيعمل دخنه جامده، والجيران اتخضوا علينا مره يعني وطلعوا جري، ده عندكم في الدخان طالع من عندكم، واتخضوا. من ساعتها قلت لا انا هشوي في الفرن وبحطه تحت الشوايه. خلاص بقربه شويه من الشوايه، مش قريب قوي عشان برضو قلبه يستوي، مش هحطه حروقه ويبقى قلبه ني، لا يعني الصاجه كده تبقى في النص وتبقى قريبه شويه مش قريبه قوي. خلاص تبقى النار في مسافه شويه. بحطه تحت الشوايه، ما بولعش البوتاجاز من تحت العين بتاعته الفرن من تحت، لا هو الشوايه بس بيتشوي من على الوش كده. وبروح قلبة السمكة وبرضه اشويها الناحية التانية تحت الشواية. خلاص كده، وخليكي معايا لاخر الفيديو عشان هقولك على تكة حلوة قوي هتعمليها في التتبيلة بتاعتها. هديكي تكة حلوة قوي هتعجبك قوي قوي قوي. خلاص هتخلي لك القشرة دي سهلة تقشريها كمان، وبتدي طعم، غير انه بيدي طعم حلو قوي، غير بيسهل في تقشير القشرة دي بسهولة، ما تبقاش لازقة في السمكة وتضايقك كده وتطلع نصها في السمكة. خلاص يلا بينا هنعمل الرز الابيض، لان المشوي بيحب الرز الابيض. شفتوا بقى انا قلت لكم لازم تعرفوا الرز الابيض طريقته الحلوه ازاي، عشان فعلا بنحتاجه في حاجه في اكلات كتير. المشوي احلى حاجه معاه الرز الابيض يا جماعه، واللي مش عارفه تتعلم مني اهو بعمله ازاي. بحط الزيت يقدح قوي ويدخن واروح نازله بالرز. تمام، وتشوفوا الطريقه بتاعته كامله، عامله لكم فيديو مخصوص للرز الابيض عشان الناس اللي ايه اللي بتقول احنا ما بنحبش الرز الابيض بيبقى مسلوق. انا عامله لكم بطريقه حلوه قوي كده. الزيت يا جماعه دخن وقدح، اروح نازله بالرز على طول. ايوه هي دي الصح اللي انا بقول عليه، لازم يعمل الصوت ده، لازم يدخن. وانا بنزله كده بوطي النار وبحط الرز في ساعتها، لازم ما تسيبوش يبرد نهائي. واروح اهو عليه تاني في ساعتها اهو بعد ما نزلت بيه، لازم اعلي في ساعتها تاني. اقلب بقى وبعدين هحط الايه الملح بتاعي، بس اقلبه الاول كده.
بقى ايه الملح. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان هديكي تكه حلوه للسمك المشوي. هقولك على حاجه تعمليها فيه عشان يديكي طعم حلو قوي كمان. فهمتوني؟ ايوه كده حطيت الملح بتاعي. انا بالنسبه لي ملحي انا معلقه من اللي بناكل بيها على كل كيلو رز. انا ما اعرفش ملحك عامل ايه، عشان كده بقول لك الملح ده بتاعك انت. اهو اقلب بقى كده. وطبعا انا غاليه ميه عشان طبعا الرز بينزل عليه ميه مغليه، انتوا عارفين الرز السمك بيتعمل بالزيت يا جماعه. يعني لازم يخشول كده زي ما علمتكم، يعمل خشوله دي. الرزايه نفسها تبقى ايه زي المفلفله كده. بعد كده تنزلي بالميه المغليه، بتقلبي فيه دقيقتين كده وهو على النار. انزل بقى بالميه المغليه لازم عشان يطلع مفلفل وحلو. لازم تديله ميه ايه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي شوفي هيحتاج ميه تاني، بالنسبه لي هيحتاج شويه ميه كمان. بس اقلب بس الاول كده كده شويه ميه كمان مغليين. برضو غاليه ميه انا برضو. ايوه بس كده حلوه قوي عشان ما يبقاش معجن. بس هغطيه، واول ميه ما تبدا تشرب بروح ايه موطيه عليه خالص الشمعة كده واحط صاجه. بس هيخلص وهرجع لك يا جماعه. خلاص اهو زي ما انتم شايفين كده خلاص اتشوى من على جنب. هروح قلبه بقى ايه على الجنب التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وهرش عليه رده دلوقتي. انا سايبه بقيه الرده عشان كده، عشان هنرش عليه رده. وريكي برضه هو بيتفك بسهوله، ما تقلقيش منه يعني ولا حاجه. هنرش رده تاني ما تقلقوش. اهو زي ما شفتوني كده قلبت اهو بكل بساطه وبكل سهوله. طبعا هو عامل دخنه، مش معنى جوه البوتاجاز مش عامل بس الدخنه الهينه شويه. هجيب الرده بتاعتي وهرش على الوش وهحطه تاني في الفرن. هعدله وهرشه. ايوه كده. بصوا رجعوا تاني كده ايه عشان كله لازم يستوي يا جماعه. وتسووا كويس الراس بالديل، كل حته في السمكه لازم تستوي صح. مش طول الراس مش مهم تستوي، لا لازم تستوي كويس رخرة قوي زي ما شفتوا كده. خلاص رشيت عليه على الجنب التاني اللي لسه ما اتشواش رده، وهزقه تاني في الشوايه. هيخلص بقى والرز بتاعنا خلاص قرب يخلص. وبعمل السلطه وهنرجع بقى عشان اقول لكم ايه التكه الحلوه اللي هتعملي بيها الايه الدقه بتاعت السمك تخليها لك حلوه قوي ومسكره. يا جماعه عملت السلطه بتاعتي. طماطم مقطعه جوليان زي ما انتم شايفين اهو، والبصله نفس الحكايه جوليان. ايوه وكلوها بقى بالشوكة كده واتفرجوا على طعم السلطة دي بتبقى حلوة جدا. والخيار كذلك متقطع. بصوا شرايح رقيقة خالص ازاي. انا اوريكي بنقطعها كده. الخيارة سليمة اهي. جربي قطعي السلطة بالطريقة دي هتبقى حلوة قوي قوي رقيقة. شايفة كده عاملة ازاي بتبقى رقيقة مش سميكة. والجزرة كذلك. انا جيت اقطع الجزر معاكم عشان تشوفوا كأنك بتعملي شيبسي اهو. ما تبشرهوش. جربيه اعملي كده مره. وكل السلطه بقى بالشوكه وادعي لي بقى على طعمها وجمالها. على فكره تقطيع الحاجه بيفرق في طريقه التقديم، بيفرق في الطعم نفسه. سبحان الله الكلام اللي بقوله ده كلام حقيقي يا جماعه. هتلاقي طعم السلطه في بقك مختلف بتكليف طريقه مختلفه، بدل المعلقه بتكليف شوكه وهكذا. اهو اعمل لك كل حاجه عشان ما تقوليش انا. اهو بصي طلع. وفلفل رومي حاطه فيها كمان فلفل رومي متقطع ده قطع. خلاص كده اهي طلعت كل حاجه اهي فيها زي الفل. اهي حبيبه قلبي تطلع بقى جميله اهي زي ما انت شايفه فيها كل الحاجات بالشوكه. خلاص هحط بقى انا عليها ايه عشان ايه هعرفك السلطه بتاعتي. هحط عليها ايه وانا قدامك هنا. احط شويه كمون اهو. تبقى حلوة قوي مع السمك ومع اي حاجة. على فكرة كمون مش كتير عشان ما تمررش منه. وبحط طبعا عليها هكمل الجزرة وهعصر عليها الليمون وهحط الملح. خلاص كده. بس انا وريتك الكمون عشان تبقى عارفة اني بحط كمون. طبعا السلطة بتاع السمك يبقى كمون وليمون
والملح. خلاص كده، وقطعي بالطريقه الحلوه دي، هتعجبك قوي في الاكل وهتعجب الولاد. هكمل بقيه السلطه بقى وارجع لك. خلاص كده عملنا سلطه الخضراء، سلطه الطماطم بقى، الخضار الجميل اللي شفتوه. هعمل بقى سلطه الايه، الطحينه. الطحينه دي اللي انا بعملها على ايدي، وقلت لكم عليها وعملتها معاكم كذا مره. محدش يحط الدقيق ني، الدقيق الني بيلبك المعده. لازم تقلبي الدقيق مع السمسم الني على النار، عشان خاطر لازم الدقيق يستوي يا جماعه. نلاقي الدقيق بدأ يلون كده مع السمسم، تلبينة حلوة كده، ما يغمقش ولا حاجة، عشان تبقى الطحينة بتاعتك فاتحة كده زي ما انت شايفة. تروحي طافية. لازم الدقيق يا جماعة زي ما قلت لكم كده، محدش يستهتر بالكلام ده خالص. لازم الدقيق يبقى مستوي، محدش يحط الدقيق ني، يعمله معروف، بيلبك ويعمل تلبك معوي الدقيق الني. هنزل بقى دي توم، وعليه فلفل اخضر حامي، وكمون وكزبرة وملح. انا بحب احط على الطحينه حبه فلفل اسود، فانا ما حطيتش هنا عشان ده التوم ده هو نفسه بتاع السمك، بس انا ايه ما بحطش على السمك فلفل اسود. عشان كده الحاجه اللي زي كده بدقها، والزيادات اللي عايزه احطها بحطها ايه في الطبق نفسه كده، ايه فلفل اسود على الطحينه بتديها طعم حلو. الناس اللي بتحط كمون بس وكده، لا جربي حطي كمون وكزبره و... وفلفل اسود، هتلاقي الطحينه بتاعتك طعمها حلو قوي مع الثوم. وادي الخل، كترش خل عشان ما تبقاش زعقه، لو في ناس معدتها بتتعبها. الخل لازم يبقى بالراحه بالهادي خالص يا جماعه. والطحينه بتعمل من غير توم دي بصراحه ملهاش طعم الحقيقه، معرفش ازاي الناس بتعمل. بشوف ناس بتعمل طحينه ما بتحطلهاش توم، ده هم اهم حاجه فصين التوم دول. واحط شويه ميه من الحنفيه من الفلتر عندي. خلاص، ما بحطش يعني ميه سخنه. خلاص طبعا هي هتحتاج ميه تاني، بس انا لازم اقلب حبه حبه. هدوبها بقى كده وايه، وهرجع لك. كده خلاص يا جماعه سلطه الطحينه. انا بحب احط شويه سماق كده، نشوف بقى السمك بتاعها حلو اهو، ما تبقاش خفيفه صيصه، السمك المعقول. بقى احط شويه سماق كده، بيخلوها حلوه قوي ويدوها مزازه حلوه على فكره. جربي السماق كده على سلطه الطحينه وهتدعي لي. ده سماق يا جماعه، اللي مش عارف ده سماق اهو. شايفينه بودر اهو، حتى قرب يخلص اهو هشتري. وادي كمان انا كنت عامله عندي فلفل حامي على فلفل رومي احمر على توم، وعاملاه كده ايه. احطه بقى هنا كده ونبقى نقلبه بقى. بس ماشي، عشان احط منه للسمك. عاملاه للسلطات، سلطه الطحينه، سلطه اي نوع سلطه، بابا غنوج، البتنجان المخلل، السمك، كل ده عاملاها عشان كده. ادي كمان ايه يا جماعه، الجزر بتاعي، دي الخلطه بتاعت السمك. ركزوا بقى معايا في خلطه السمك، هي دي بقى الايه، النقطه اللي انا هقول لكم عليها. ده كده ايه، جزر مبشور. هنحط ايه، معلقه، نص معلقه من الفلفل الاحمر الجميل حامي على فلفل احمر رومي. احط كمان، لازم احط شويه قرفه، بيخلي السمك حلو قوي. نص معلقه صغيره قرفه بيودوا السمك في حته تانية خالص خالص خالص. ركزي معايا في كل الحاجات، عشان في تكه اخيره هقولك عليها. هنزلي بايه، نص معلقه كزبره ناشفه، عشان برضو السمك بيحب الايه، الكزبره. هتنزلي، انا حاطه طبعا في الهون في الحاجات دي، بس بنزل تاني شويه. ربع كمون، طبعا هي فيها الملح وفيها الحياء بتاعها كله. هنزل بقى بايه، بالثوم بتاعنا اللي فيه الملح وفيه كل حاجه. خلاص، ده في الثوم ده فيه ملح، فيه كمون، فيه كزبره ناشفه. ما بحطش فلفل اسود على السمك نهائي. ونزلت زي ما انتم شايفين قدامكم كمون تاني مع مع شويه كزبره ناشفه. ما بحطش فلفل اسود. ده قشر الليمون اللي انا عصرته على سلطه الطماطم. وادي ده كمان ليمون بتاع السمك بعصره.
واخلي القشر، انا محتاجة القشر كمان في الدقة الحلوة دي. ايوه، عشان محتاجة الزيوت بتاعت الايه، بتاعت قشرة الليمونة. انتوا عارفين ان الزيوت هي حلوة، فيها الفايدة وفيها كمان الريحة النفاذة بتاعت الليمون نفسه. عصرنا الليمون اللي احنا عايزينه في قلب الدقة، عشان في شرايح ليمون تانية هنشتغل بيها. هنزل بقى بايه؟ بالمية المغلية. عاملة مية مغلية في البولير بس، مش هكتر عشان ايه. بس شايفين شوية المية المغليين دول؟ هقلب كده كده قشر الليمون بالليمون في قلبيها، عشان خاطر ايه، تدينا بقى الريحة والطعم بتاع الليمون الجميل اللي حلو قوي قوي في السمكة المشوية، بتبقى جميلة. ممكن تكون محتاجة شوية ملح صغيرة. ايوه، وانا عاملة فلفل، حتة من فلفل حامي كده في قلب الدقة، التومة اللي انا دقاها فيها فلفل اخضر كمان اهو، شايفينه؟ عارفة هيبان ولا مش حاطة كمية يعني، مع الفلفل الاحمر. بس الاخضر، فلفل الاخضر الحامي دقاه مع التومة. هجيب بقى الايه، الحاجة الايه بتاعتي، السمك والمصفى، واستنوا معايا لسه في تكة هقول لكم عليها المهمة. كده زي ما انتم شايفين السمك طلع اهو يا جماعة، مستوي حلو قوي. ازاي؟ لازم تسويه كويس برضو جدا. هنا ايه الحاجة بقى اللي انا هنزل بيها، اللي انا قلت لكم عليها التكة المهمة، وهي الا وهي ايه، شوية الزيت. دول هيخلوا لك طعم السمكية ربع كده، نص فنجان. خلاص، حوالي نص فنجان كده، هيخلوا لك بقى طعم الدقة دي، التومة دي روعة. والسمكة هيخلوها مفيش اجمل من كده وناعمة جدا. والقشرة بتاعت السمكة الخارجية دي هتطلع معاكي بكل سهولة. هاخد بقى انا شوية ايه، جزر هنا عشان انا هبقى محتاجاه. هاخد منه شوية هنا. ايوه، شوية دقة كده حلوة بالجزر. هقول لك ليه، تيجي بس معايا للاخر، اصبري. دي بقى يا جماعة الحاجة التكة اللي قلت لكم عليها، استنوها للاخر. شوية الزيت دول اوعى حد يستغنى عنهم، والله والله دول اللي هيخلوا لك طعم السمكة في حتة تانية، ده حقيقي. خلاص كده تمام، انا خدت كفايتي اللي انا عايزاه. بعمل ايه بقى؟ باخد السمك احطه في فين، مستويه. بصوا من هنا ومن هنا ازاي، السوا الجميل سخنه اهي. اهو هعمل كده اهو، خليها كده على الجنب ده كده. وبعمل ايه بقى، هتشوفوا حالا بعمل ايه. بجيب الكبشه بتاعتي وبنزل ايه بقى، بنزل كده فوق السمك. الله الله الله، شايفين بقى المنظر التحفة ده؟ هو الجمال كله في المنظر ده، وفي الراس والديل وفي كل حتة. هروح بقى واخدة بقى الايه، السمكة، هطلعها بقى في الطبق، وهعمل الاتنين التانيين بنفس النظام، وهقلبها على الناحية التانية. واخد الصوص اللي نزل من المصفى هحطه على الناحية التانية كمان. خلاص كده، بس كده ديكوا شفتوا انا هعمل ايه. بروح قلباها برضو بس. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي، عشان برضو تشوفوا انا هعمل ايه. هقلبها كده واروح حاطه بقى عليها برضو ايه، صوص من الناحيه التانية. لازم تاخد صوص من الجنبين، فهمتوني؟ عشان تبقى متهيئه من ايه، من الناحيتين. بس كده كده بقى دي هشيلها بقى احطها فين، في قلب الطبق. كده دي اتهيأت وش وظهر. بس كده هكمل الباقي كده وهرجع لك. كده السمك بتاعنا يا جماعه زي ما انتم شايفين ما شاء الله زي الفل ازاي. احط بقى دي كده اللي انا ايه كنت شايلاه في الطبق، عشان نحط على الوش كده، نلون طبقنا وكمان ويدي ايه طعم كمان. فهمتوني؟ اهو. ايوه، نطعم بقى السمكة ونديها لون، نديها كل حاجة حلوة. ايوه، بس العين بتاكل ايه قبل الايه قلنا، نرش بقى كده عليها عشان ده كده حلو، في الليمون وفي الحاجات الحلوة كلها، والسمكة بتاعتي تبقى متهيئة الحياء الحلو. ونسوي السمك حلو يا جماعة، الراس بكل حاجة.
ما ينفعش تبقى مش مستويه كويس. لا كده بقى الزيت اللي احنا نزلنا بيه ده هيخلي السمكه تتقشر معاكي بسهوله. عرفتي بقى الزيت ليه كذا فايده، ليه طعم حلو جدا، وكمان بيخلي لك القشره تتقشر معاكي بكل سهوله. كده بقى ايه شرايح الليمون بتاعتنا، الله جميله قوي. زي ما انتم شايفين الشكل ده قدامكم كده، ما شاء الله على الجمال بقى والحلاوه. اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا. اعملوا بطريقتي بس كده وانتوا ايه هتلاقوا الاكل بتاعكم حلو قوي وطعم قوي. منور اهو، شايفين منور ايه نور ما حصلش. ودي الرز بتاعنا، نعرف بقى رزنا الجميل. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ده الرز الابيض بتاعي اللي انا قايله لكم عليه تعملوا. بصوا مفلفل وما شاء الله وبياضه حلو ناصع ازاي. عايزاكي تشوفي لي الحله هنا، شوفي لي البياض ده في الحله اهو. شايفه البياض؟ بص بياضه مفلفل حلو قوي قوي ازاي اهو. شايفين الشكل وريحته بقى، مش قادره اقول لكم طبعا الريحه عامله ازاي، حاجه حكايه حكايه حكايه. يلا حبيبتي اعملي السمك المشوي مع الرز الابيض. عشان كده قلت لك لازم تتعلمي ولازم تعملي الرز الابيض بطعم حلو قوي، طعم ما يضايقكيش، ما تقوليش عليه مسلوق ولا انت ولا اهل بيتك، تاكليه وتستطعميه. تنزلي عليه بزيت مقدوح جامد جدا وتروحي نازله عليه. خلاص، وادي الرز الابيض الحلو قوي اللي ناصع البيض عشان مغسول كمان كويس اهو. لازم تغسلي الرز كويس قوي عشان خاطر الارض بتاعت المزروع فيها الرز فيها زرنيخ، فلازم الرز يتغسل كويس عشان الزرنيخ ده ماده مسممه. مفيش حاجه اسمها في الدنيا رز معالج، مفيش الكلام ده. اللي قالك كده ضحك عليكي. انا اقول لك بقى كل حاجه عندي. دي كده يا جماعه الاكله بتاعتنا، وادي الجرجير وادي الطحينه عليها السماق، وادي كمان ايه بحب احط على سلطه الطماطم دي سماق برضو، بتديها مزازه وطعم حلو قوي. خلاص كده بس كده دي اكلتنا الجميله. اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا. خلاص السماق حطيناه هنا على السلطه الخضراء وعلى الطحينه، بيدي مزازه وطعم حلو. شايفين الرز يا جماعه؟ انا عايزه بس تشوفي المنظر، الرز بيلمع وابيض شاهي ازاي، حلو قوي ما شاء الله. وريحته بقى مش قادره اقول لكم، يتاكل حاف والله. ودي السلطه بتاعتنا جوليان كده وكليها بالشوكه، حلوه جدا. وادي الجرجير وادي السمك بتاعي اللي انا هوريكي القشره بتتقشر ازاي بكل سهوله من غير ما تضايقك اهو. بصي بتبقى سهله بقى في التقشير اهي. الزيت بينعمها ويقشرها لك، يخليها لك قشره ايه دايبه خالص في منتهى الجمال. حتى بتتشال القشره والجلد بتاع السمك بيفضل، يعني القشر نفسه بيتشال والجلد بتاعت السمك بتفضل. الزيت بيخلي الايه بيفضل لك الجلد، فهمتيني؟ اه. وادي كمان نفتحه بطنه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تشوفوا اللون الجميل والبياض والسوا بتاعه حلو قوي، حاجة ناعم وطري جدا، حلو جدا جدا ازاي ما شاء الله. والزيت مش قادره اقول لكم عامل له ريحه حلوه وطعمه جميل جدا، دقته كمان طعمه حلو قوي ما شاء الله. يلا حبيبه قلبي اعملي لي بالطريقه الحلوه دي، وما تنسيش بقى ايه التكه الاخيره اللي هي ايه شويه الكمون اللي انا برشهم على وش السمك. الكمون وايه اللي بيخلوا لك طعم السمكه حكايه حكايه حكايه. شويه الكمون وشويه الكزبره، الكمون ده عليه ملح ودي كزبره ناشفه يا جماعه بتخلي السمكه مش قادره اقول لكم. يلا حبيبه قلبي الكمون والكزبره كده وعليهم شويه ملح بيخلوا لك طعم السمك يروح في حته تانية، وشويه الزيت. خلاص كده يلا حبيبتي اعملي الاكله بالطريقه الحلوه دي بألف هنا وشفا عليك وعلى ولادك، ومطرح ما يسري يمري. وألف هنا وشفا علينا وعلى ولادنا، ويا رب بالصحه والعافيه كده على الجميع، وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال، وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، ويصلح حال الناس كلها، ويصلح الأحوال لينا ولجميع البلاد
واخواتنا واهلنا وحبايبنا في فلسطين، يا رب يا رب اجعل لهم كده الايام دي كده خير كده عليهم، وربنا يزيح الغمة دي. ربنا يا رب يزيح الغمة بحال الأيام المفترجة والله. يلا حبيبتي، بألف هنا وشفا عليكي وعلى ولادك اللي هتعملي الأكل كده حلو قوي. شايفين السمك جميل ازاي؟ حكاية ناعم وحكاية بشوية الزيت وشوية التوابل اللي حطيناها على الوش، الكمون بشوية ملح بشوية كزبرة، وادي الرز الجميل الأبيض الشاهق الحلو، الأبيض بياض وشاهق، وادي السلطة بالسماق، سلطة طماطم وسلطة الايه الطحينة بالسماق. روعة روعة، مش قادرة اقول لكم الاكل بألف هنا وشفا حبايبي. يلا اعملي بطريقتي وما تقلقيش والله ما فيه ريحة زفارة، وريحته زي الفل، والتتبيلة جميلة وبألف هنا وشفا. يلا اعملي الشير. يلا حبيبتي الشير واللايك والكومنتات الحلوة، الاشتراك في القناة يا جماعة، وتفاعلوا معايا بزر الجرس. ولو وصلت معايا لآخر الفيديو كده تدوس بقى على الاشتراك كده وتقولي ايه، ويقولوا لي ايه رأيكم. والناس اللي بتحب السمك المشوي زي حالاتنا كده مقفول تقول لنا، واللي ما بيحبوش يجرب. ويلا حبيبة قلبي اللايك والاشتراك والشير، واشوفك وصفة جديدة في حاجة حلوة جديدة. مع ألف سلامة.